طب انت تيجي تقعد عندي. وهنا كان واخد البنت وماشي وكنا لازم نتدخل فورا. بقول لك لسه هيطلع لسه بس هي واحده فيها يلا حد كان ماكر فاهم تاني تاني الله يخرب بيت عقلك. انت تاني حبيبي يا محمد عامل ايه؟ ينفع منك. انت عيطت بجد؟ بس احنا كنا بنشوفك لتاني مره، كنت هتعمل معانا ايه بس وانت طلعت والله لازم لتاني مره برضه، ومن غير ما تعرف ومن غير ما في اي حاجه، فاهم؟ انت ما طلعت. ينفعش كده يا جدعان، والله ما ينفع الكلام اللي بيحصل ده. مش عارف اقول لك ايه والله. هي اصلا يعني حسيت اللي هي مش طبيعيه، اللي بتكلمني دي مش طبيعيه. ايوه وازاي تسيب عيل طفله زي دي؟ كل دي كانت معانا في فريق العمل برضه. ازاي يعني؟ وبعدين انا مش مصدق ان واحده مثلا هترد عليا تقول لي الكلام ده، مش متخيله. يعني مثلا تقول لي طب هاتها لي، طب هي تايهه مني او كده، لقيتها بتقول لي ده مصاريفها، قلت والله ده ادينا المصاريف اللي هي عايزاها كلها، وربنا يرزقني برزقها، خلي بالك والله بجد. يعني انا خدتها عندي ربنا يرزقني برزقها. لا محمد مش عارف اقول لك على الموقف الجميل ده والله. بص انا برضه تاني مره تعملها فيها لتاني اصحابك جم عملوها فيها قبل كده. ايوه حبيبي يا عم مجدي. بص انا عايزك برضه تقول للناس كلها برضه العنوان تاني في الفيديو ده عشان الكل اللي بيتفرج علينا برضه يعرف العنوان. اسمي حماده وطني من شارع الجلاء بتاع مفاتيح قدام مدرسه الزراعه. اي حد محتاج اي خدمه من عندي قبل عندي، وانتم على دماغنا على دماغنا. ويا ريت الناس كلها يعني تخلي بالها من اطفالها، عشان اللي عنده طفل دلوقتي يعني معلش هو مصاريفه كتير بس مش عارف يعوضه في الايام ديت، مش عارف يعوض طفل بجد والله. حبيبي يا استاذ.